طبعا كبير جدا بالوصول للدور ربع النهائي، ليس فقط بالوصول ولكن حتى بالأداء. يكفي أنه المنتخب الوحيد الذي تلقى فقط هدف واحد في 4 مباريات لعبها لحد الآن، والهدف الذي سجل عليه كان بنيران صديقة يعني ضد مرماه. أعتقد بأنه ما يفعله المنتخب المغربي لم يعد مفاجأة. قبل المونديال لو قلت لي المنتخب المغربي يوصل للدور ربع النهائي نقول لك لا، لكن بعد ما شفنا المباريات لحد الآن أعتقد بأنه تأهل مستحق. أعتقد بأنه الثمانية الكبار في هذا المونديال وصلوا للدور الثمن النهائي. لم تحدث مفاجآت كبيرة جدا ممكن ما عدا بلجيكا، ولكن لما تشوف مردودها وألمانيا في أيضا. هذا وألمانيا نعم، بلجيكا وألمانيا، لكن لما تعود إلى المردود كان تعيس جدا بالنسبة للمنتخبين، فخرج من المونديال بشكل عادي جدا. مبروك للمغاربة وللجماهير المغربية على هذا التأهل للدور ربع النهائي. وبعدين اعتقد بانه المغرب راح يلعب بنفس الشكل اللي يلعب به امام اسبانيا، نسخه كربونيه من راح مباراه يلعب إسبانيا. بنفس الشكل اكيد، ما راح يغامر. لانه لو تفتح اللعب مع البرتغال، شفت البارح سويسرا سجلوا عليهم الهدف الاول خلاص انفتح اللعب. لو تفتح اللعب مع البرتغال تدفع الثمن غالي. فاكيد مدرب رقراقي راح يغلق اللعب قدر المستطاع على المنتخب البرتغالي مثل ما اغلقه على منتخب اسبانيا، ويتحين الفرصه ويتمنى انه لا يقدر المنتخب البرتغالي على الوصول لمرمى بونو الذي كان متميزا. واعتقد بانه مباراه البارحه نتاع بونو قوته اكثر وكبرته اكثر، مثل ما تقوى المنتخب المغربي ونضج فرديا وجماعيا وفنيا. فيه نضج كبير. انت تكلمت على كثير من الاسماء، هذه الاسماء عندها 10 سنوات تلعب في المنتخب، تلعب في المستوى العالي مش في المنتخب بالضروره. فنضج كبير جدا، ومع الوقت وبعدين الخسائر والهزائم والانتصارات هذه كلها تكبر اللاعب وتكبر المجموعه، سواء فيما يتعلق بكاس العرب او فيما يتعلق بكاس افريقيا. هذه الاخفاقات تكبر. هذا اللي نتمناه احنا، لانه مثل ما قلتها معك، اعتقد قلت بانه يجب ان نستفيد من الاخفاق ومن النجاح كذلك، الاثنان معا. حتى النجاح تستفيد منه لكي تصحح، لانه من نجح في الفوز بكاس العالم ليس بالضروره كان الافضل. صح. نعم صح. وبالتالي فيه نقائص يجب ان يصححها مع الزمن. فما بالك بالذي اخفق؟ الذي اخفق يجب ان يصحح اشياء كثيره، والذي نجح اكيد سيصحح. الان لو يفوز البرتغال بكاس العالم اعتقد ايضا بانه سواء هذا المدرب او الذي بعده يقول لرونالدو بارك الله فيك.